29 أكتوبر 1956. سماء مدينة بلبيس ترتجف تحت أزيز طائرة من طراز سبارتان الرمادية. طيارها كمال علوي، رجل يعرف السماء كما يعرف كفه. ثوان فقط ثم انفجار، لهب، صمت واختفاء. لا جثة، لا صندوق أسود، لا تفسير. سجلت كحادثة تعرف خاطئ. ولكن هل يخطئ طيار بريطاني في التعرف على طائرة صديقه السابق؟ هل كانت مجرد صدفة أم إسكاتا متعمدا لصوت أرعب الاحتلال؟ كمال علوي لم يكن مجرد طيار، كان أول مدرب طيران مصري، أول من درب فتاة مصرية على قيادة الطائرة، مؤسس نادي الطيران المصري، قائد أول بريد جوي رسمي بين القاهرة والإسكندرية، ورجل عرفته السماء وخافته السياسة. في ذلك اليوم كان يحمل وثائق سرية تثبت تجنيد بريطانيا لمرتزقة ضد مصر. وفي ذلك اليوم احتفل بعيد ميلاده الأخير داخل كرة من نار. في يوم ميلاده احترق في السماء. فهل كان ميلادا جديدا أم موتا متعمدا؟ كمال علوي، الطيار الذي أرادوا نسيانه، لكن التاريخ لا ينسى من حلق فوق الغيوم وكتب اسمه بالنار. محرم بك، الإسكندرية، سنة 1898. مدينة البحر والريح، حيث يولد الحالمون بالرحيل. هناك وسط بيت أرستقراطي صامت ولد كمال الدين علوي بك. والده مصطفى علوي باشا، ضابط سابق في الجيش العثماني، ثم مسؤول حكومي مرموق في مصر. الأم تركية مثقفة تهوى العلوم، تعلمه الفلك والرياضيات بدل القصص الخرافية. وهو طفل بعيون زرقاء لا يحدق في الأرض أبداً بل في السماء. في مدرسة العباسية الثانوية كان الطفل كمال يركب التروس بدل الدفاتر، ويحلم بالمراوح بدل الأراجيح. وفي عمر 12 يفاجئ الجميع بطائرة ورقية صممها بنفسه تحلق فوق ميدان المنشية، تبهر ضباطاً بريطانيين كانوا يشربون الشاي في البلكونة. مين الولد ده؟ سأل أحد الضباط. رد مدرسه بفخر: ده كمال بيحلم يطير. وكان ذلك الحلم أقوى من كل القوانين وأعلى من كل الحدود، لأن من يزرع السماء في قلبه صغيراً لا يعود أبداً إلى الأرض كما كان يحمل الشهادة بين يديه، ويحلم أن يحلق فوق سماء مصر لا كطالب بل كمعلم. عاد كمال إلى وطنه محملاً بالأمل، لكن المطار لم يكن كما تخيله. في مطار القاهرة لم يستقبله أحد، لا لافتة، لا ترحيب، لا صحافة، بل استوقفه ضابط المطار، نظر في الأوراق ثم قال ببرود: أنت دربت نفسك في فرنسا، مين قال لك ترجع؟ كان قراراً واضحاً من الإدارة الإنجليزية: لا طيار مصري ولا مدرباً مصري، السماء حكر على الأجانب. لكن كمال لم يخلق ليقف في طابور. ذهب إلى وزارة الحربية، طرق الأبواب، لكنها كانت مغلقة بإحكام. قالوا له: أقصى ما يمكنك فعله أن تكون مساعداً في ناد للهواتف. ناد للهوات؟
هل هذا مصير من طار فوق سماء فرنسا؟ لكن كمال لم ينس حلمه. أسس بنفسه أكاديمية صغيرة درب فيها أول فتاة مصرية على الطيران، لطفية النادي. فتاة؟ نعم، فتاة. والمجتمع ثار، غضب، استنكر. لكنه لم يتراجع، بل طار معها أمام الكاميرات وأعلن للعالم: السماء حق للجميع. عام 1948 سماء فلسطين مشتعلة، الدولة الوليدة إسرائيل والجيوش العربية تتداعى، وكمال لم يكن جنديا في الجيش، لكن الوطن نادى. جمع طلابه شبانا بالكاد أنهوا التجريب، وأخذ طائرات مدنية متهالكة وحولها إلى طائرات قتال. في غزة، في اللد، وفي القدس كانوا يحلقون فوق النيران. ذات يوم تعرض لمحاولة اغتيال جوي، طائرة إسرائيلية لاحقته وصاروخ اخترق جناح طائرته. ظن الجميع أنه سقط، لكنه عاد بطائرته المصابة وابتسامة الناجين. وقتها فقط اعترفت الدولة به، وقع عليه الملك فاروق وسام الشجاعة، وأطلقت الصحف عليه اللقب الطيار المقاتل الذي لا يهزم. لكن كمال لم يكن يبحث عن الأوسمة، بل عن أجنحة لأبناء بلده. واصل التدريب، أسس نادي الطيران المصري، وخرج مئات الطيارين رجالاً ونساء. لم يكن ضابطاً ولا وزيراً ولا ابن باشا، لكنه أصبح أسطورة تحلق كلما ارتفعت طائرة مصرية في السماء. هذا هو كمال علوي، أول مدرب طيران مصري، الذي رفض الحدود وأعطى السماء لوناً مصرياً. كمال علوي رجل حمل وطناً بأكمله على جناحين وطار به إلى المجد. اكتشف أسرار مصر من قلب التاريخ إلى أعظم الأبطال. استمع لحكايات لم تروى من قبل عن شخصيات غيرت مصير أمة، من الفراعنة إلى الثوار ومن العباقرة إلى المتمردين. كل حلقة من بودكاست حواديت مصرية كنز من الدهشة والإلهام والتشويق. لا تفوت الحلقات السابقة ولا تدع القادمة تفوتك. تابعنا الآن وعيش التاريخ وكأنك كنت هناك. متاح على يوتيوب وكل منصات البودكاست.